السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرة ثانية من قناة ايكون فاي. معاكم محمد رضا. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن امتحان التجاري وفا. امتحان التجاري وفا بيكون في المعهد المصرفي، مدينة نصر. الامتحان بيكون انجلش واي كيو. الامتحان بيكون اوف لاين فقط. يعني ايه اوف لاين؟ يعني في السايت بتاع المعهد المصرفي فقط، مفيش امتحان اونلاين للتجاري وفا. الامتحان بيكون انجلش، عبارة عن 25 نقطة في 30 دقيقة MCQ، كلهم مركزين على الجرامر، نقط سهلة ونقط ادفانسد. ده بالنسبة للإنجليش. بالنسبة للآي كيو فهم بيكونوا 10 أسئلة ميكس ما بين نيوميريكال وشورتس. نيوميريكال هي المسائل اللفظية، الرياضية اللفظية، شورتس رسوم بيانية وعليها قانون بنعوض فيه، والأخير بيكون سيكونس متتاليات، اللي هو 2 4 6 الرقم اللي بعده ايه. تمام. ده نظام الامتحان بصفة عامة، بس الفكرة عندنا بتبقى مختلفة شوية. وبرضه اكلمكم عن البروسيس بتاعه سريعا كده. انت لو ربنا كرم وحصل لك قبول، بتروح اقرب فرع ليك، تعمل مقابلة مع مدير الفرع. بالنسبة للمقابلة اللي بتحصل في الفرع، هي بتبقى مع مدير الفرع، تكون زي انيشال بيرسونال كده، معرفة بسيطة، تعرف عليه، بيتكلم عليك، اشتغلت فين قبل كده، بتعمل ايه حاليا في حياتك، بيتكلم عنك، تعرف عليك يعني، مش مقابلة شخصية قوي يعني. قدم نفسك بالانجلش، حاجة بسيطة خالص كده. لو حصل قبول مبدئي وحاسس انك انت راجل تمام يعني وبتاع شغل وكده، بيقول لك خلاص زي الفل. وقتها الإدارة بتكلمك، تلاقي رقم بيكلمك على الواتساب او رقم بيكلمك فون، انت عندك امتحان في الاي بي اي، تروح تعمل الامتحان ده. وبعدها بتعمل بيرسونال. لو خلاص احنا بس في الامتحان رحنا امتحاننا وربنا كرمنا، تلاقي بيكلمك بعدها بيومين او ثلاثه، قالوا ازيك عامل ايه، خلاص بس في الامتحان، يلا تعالى اعمل معانا بيرسونال في الاداره اللي موجوده في مدينه نصر، اللي هي في سي ستورز. ربنا كرم وعديت منها، بتقول لك خلاص تعالى روح اعمل تكنيكال في الفرع اللي انت كنت فيه، بتقعد مع مديره المنطقه او مدير المنطقه ومدير الفرع تاني. تمام. ده بالنسبه لطريق معين كده التجاري وفا بيسلكه. في طريق تاني، انك بتروح اول حاجه تلاقي مكالمه جايه لك بعد ما تكون مثلا قدمت على الميل او على لينكد ان، تلاقي مكالمه جايه لك او مسج، انت عندك امتحان في الاي بي اي، انت كسبت معانا، روح اعمل الامتحان ده. يعني مفيش اي كلام خالص في الاول، رحت عملت الامتحان ده، خلاص زي الفل، انت كده ضامن بالنسبه لهم ونجحت. بتروح تعمل بيرسونال وتكنيكال مع بعض في الهيد اوفيس اللي فين، اللي في الاداره في مدينه نصر. بيكون معاك اكتر من حد، ممكن 3 او 4، من 2 ل 5 اشخاص قاعدين قصادك، توب مانجر بقى واللي ماسكين كوارتر معين واللي ماسكين فرح يعني، بالاضافه اللي فيه بيرسونال، يعني بيرسونال وتكنيكال بيشقلطوك لبعض بقى. يلا يا معلم اسالك بيرسونال، يلا اسالك تكنيكال، والفرق بين التيلر والسي اس، تعرف يعني تجاري وفا، قدم نفسك، نقاط ضعفك، نقاط قوتك، اهلك شغالين ايه، موقف صعب مريت بيه، الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه في الفيديوهات الايه، الانترفيوهات قبل كده.
فبيرسونال وتكنيكال مع بعض. دي من الطرق اللي بيسلكها برضه تجاري وفا. حلو كده، انا عرفتك على البروسيس بصفه عامه. وعلى فكره خد بالك، من اسرع البروسيس اللي بتبقى في البنوك في مصر تجاري وفا ده، انت ممكن في ظرف شهر تلاقي نفسك شغال معاه. ما دام عديت البيرسونال والتكنيكال ده بتلاقي مكالمه جايه لك، قالوا يلا يا باشا روح اعمل الطبي في مستشفى كذا جنبك، عملت الطبي بتاعك خلاص انت كده ضامن بالنسبه لهم، تتعين بقى على طول. حلو قوي. بالنسبه للتجاري وفا كمان كنت عايز اقول حاجه، ايه اللي بيميزنا بقى في التجاري وفا؟ في نظام الامتحان ده. نظام الامتحان انا بدخل معاك سيشن بنأكد على مجموعه اسئله خاصه بالانجلش، وبوفر لك ملفين 3 كده خاصين بالانجلش PDF فيهم اسئله مشروحه. حلو. وبدخل ونفس السيشن دي بنحل مجموعه اسئله IQ. الاثنين دول الحمد لله بفضل ربنا مش بيخرج عنهم الامتحان، انت بتاكد على المسائل في PDF، والافكار IQ سواء ارقام بتبصمجها سواء افكار بتعرفها بتروح بفضل الله بتروح تلاقي الاثنين معاك في امتحانك وبتعدي بسهوله. الحاجات الرخمه هناك ان النجاح هنا مش بيكون من نص، النجاح بيكون من 15 من اصل 25، والنجاح من هنا من اول 8 من 10 نقط صح من اصل الامتحان. دي التدلس اللي انا كنت حبيت اتكلم عنها الخاصه بالتجاري وفا. طب تتواصل بيا ازاي؟ ده الواتساب الخاص بالتشانل 0122 1455 317، او على بانكر على تليجرام بانكر برو 1 2 3 9. وكده هسيب وسائل التواصل في الكومنتات تحت، وهسيب برضو جروب تليجرام بنزل عليه اجزاء من الماتيريال مجانيه وبعض الوظائف اللي بتنزل في البنوك. ده جروب خاص بالوظائف والماتيريال. اتمنى بجد الفيديو كان عجبكم، ما تنساش تعملوا لايك واشتراك في القناه. بس كده.